الأسنان اللبنية هي أسنان مؤقتة تظهر ابتداء من الشهر السادس للطفل وتكتمل في الفم في نحو العامين والنصف. لقد مررنا جميعا من مرحلة فقدان هذه الأسنان، ولكن ليس الكثير من الناس يدركون أن هذه الأسنان اللبنية لديها فوائد كثيرة، لذلك لا ترميها بعيدا. عندما يفقد الطفل سنه، فهذا لا يعني فقط أن هناك سن جديد سيظهر مكانه، وإنما هذا السن الصغير يمكنه إنقاذ حياة. الكثير من الآباء في الوقت الحاضر أدركوا أهمية دم الحبل السري، لذلك ظهرت بنوك خاصة لحفظ دم الحبل السري لأنه يحتوي على الخلايا الجذعية المفيدة. أما أسنان الأطفال اللبنية، فقد اكتشف الدكتور الشهير سونغ تاو شي مصدرا جديدا للخلايا الجذعية في أسنان الأطفال. وتقع الخلايا الجذعية في لب الأسنان داخل السن، وتساهم في إعادة بناء الخلايا العصبية والعظام والغضاريف وحتى خلايا القلب. وقد كشف فريق البحث أن شكل الخلايا الجذعية في أسنان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و8 سنوات مختلفة عن تلك الموجودة في أسنان البالغين. ويمكن استخدام هذه الخلايا الجذعية لغرض علاج أنواع مختلفة من الأمراض مثل أمراض الدماغ والقلب، وقد تستعمل كعلاج فعال لمرض السكري من النوع الأول، لأن الخلايا الجذعية من الأسنان يمكن أن تتحول إلى خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين. عملية الحفاظ على الخلايا الجذعية حساسة جدا، فحتى يمكن الاستفادة منها يجب أن تبقى حية، لذلك يجب أن يكون لب الأسنان في إمدادات الدم المناسبة في غضون 48 ساعة. وفي الوقت الحاضر ظهرت مراكز تقدم خدمات تخزين أسنان الأطفال، تقوم بالتعبئة والتغليف ولوازم الشحن. وينصح الآباء بإزالة أسنان الطفل من قبل طبيب الأسنان حتى يتم إزالة السن بشكل سليم ويستطيع تخزينه. نأمل حقا أن يكون هذا الفيديو قد أفادك. لا تنسى مشاركته مع أصدقائك